حسيت إنك بتنضف أسنانك كويس ومع ذلك تحس بعض الحساسية والألم في أسنانك، ممكن تكون بتعمل 5 أخطاء شائعة جدا أثناء غسيل أسنانك، وأنا في الفيديو ده هقول لك عليهم. صلي على النبي ويلا بينا. أول حاجة الضغط القوي على الأسنان. كتير من الناس بيضغطوا قوي بالفرشة وهم بيغسلوا أسنانهم، وده عشان يحسوا إنها بتنضف، لكن الحقيقة إن الضغط العالي ده بيأذي المينا وبيجرح اللثة. عشان كده استخدم فرشة تكون ناعمة جدا وحرك الفرشة بحركات دائرية وبسيطة واستخدمها بلطف. تاني حاجة غسيل الأسنان بسرعة. أوقات الناس بتغسل أسنانها بسرعة خلال نص دقيقة مثلا أو دقيقة بالكتير، وبالنسبة لهم ده كده كفاية قوي. في الحقيقة اللي لازم دقيقتين كاملين عشان تنضف أسنانك بشكل صحيح. الناس ممكن تستغرب إن إزاي هقعد دقيقتين كاملين بغسل أسناني، لكن ده الصح. تالت حاجة إهمال تنظيف اللسان. اللسان بيتجمع عليه البكتيريا اللي بتسبب رائحة الفم والحساسية، عشان كده استخدم منظف لسان أو استخدم الفرشة نفسها لكن مش الشعرات بتاعتها. في ظهر الفرشة جزء كده بيبقى خشن تستخدمه عشان تنظف لسانك. رابع حاجة بتستخدم الفرشة لفترة طويلة جدا. حتى لو بتغسل أسنانك بطريقة صح وبشكل كويس، أسنانك برضه هتفضل مش نظيفة، وده بسبب إن الفرشة الشعرات بتاعتها بدأت تضعف أو كمان ممكن تتكسر، وده اللي بيخلي التنظيف مش أفضل حاجة. عشان كده الفرشة لازم تتغير كل 3 شهور أو أول ما تلاحظ إن الشعرات بتاعتها بدأت تتباعد عن بعض. خامس حاجة إنك تغسل أسنانك بعد الأكل على طول. لو أكلت حاجة فيها أحماض بنسبة عالية وغسلت أسنانك على طول، فالمينا هتبدأ تتأثر، وده لأنها بتكون طرية بعد الأكل. ده معناه إن الأحماض هتبدأ تأثر بشكل قوي على المينا وهتبدأ المينا تتآكل. عشان كده استنى من 20 ل 30 دقيقة بعد الاكل عشان تغسل اسنانك، واشرب ميه بعد الاكل على طول. الخمس خطوات دول لو عملتهم انت مش بس هتحافظ على اسنانك، لكن التنظيف هيكون فعال اكتر وممتع اكتر. عايزك بقى تقول لي في الكومنتات ايه اكتر خطأ كنت بتعمله وناوي تبطله من النهارده. في النهايه ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وسلام.